اهلا بكم في قناتنا. وقبل ما نبدا الفيديو الجامد بتاعنا هطلب من المتابعين انهم يعملوا لايك ويشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من ملخصاتنا. وطبعا مش هننسى نصلي على النبي. وبس كده، مش حابب اطول عليكم اكتر من كده، ويلا بينا نبدا الفيديو الجامد بتاعنا وبنكمل حكايتنا. وبنروح عند هيوري وهي مجهزه الاكل ليه، وبتدخل وبتلاقي اياتو بيقول لها حطي الاكل عندك واطلعي بره. وبتشوفه بتتصدم وبتقول له انت ايه اللي جابك هنا وفين يوكي؟ وبيقول لها تلاقيه بيتمشى في الشارع. ويوري بتروح لتنجن وبتسأله عن يوكي. قال لها جالي فعلا الصبح وطلب مني اضمه للشنكي بتاعي بس انا رفضت، ولو اديتك اسمه وضمنت لك الشنكي هيتحول لنورا. وبتقول له نورا ده مش هو ده اسم شخص. بيقول لها لا، نورا ده لقب، او بمعنى اصح وصمة عار. نورا هي الشنكي اللي بتاخد اكتر من اسم من ملك، والملوك بتستحقرها لان نورا ممكن تخون ملكها لصالح سيد تاني. لان القاعدة الاساسية في العالم بتاعنا ان الشنكي ليه اسم واحد وبيخدم سيد واحد بس. وبتقول له طب ليه الملوك بيستخدموا نورا؟ بيقول لها سؤال كويس جدا، وفي الغالب بيستخدموا نورا عشان يعملوا مهمات خاصة بيهم، ومش بيكون عايزين الشنك الخاص بيهم يعملها، وبتبقى مهمات قذرة او غير شرعية. ونورا لسه بتزور ياتو كل يوم وبتقول له استخدمني انا بدل يوكي. ومرض يوكي بيزيد كل يوم. ويوري بتكمل بحث عن يوكي وبتحس بوجود حد حواليها، وبتشوف جنب باش مون. بترجع بخطوات بطيئة وبتبعد عنها، بس كوزما بيظهر من ظهرها وبيقول لها انت شايفاني واكيد انت واحدة من أصدقاء ياتو. وبتحاول تهرب بس بيستخدم تعويذة بتشلها، وبعدها بيستخدم تعويذة يخفيها. وباشمون بيتكلموا عن الأيشاكي اللي في المنطقة وإنهم أخيرا قدروا يقضي عليهم. ويوري واقفة في وسطهم وباشمون مش شايفها. وبعد ما بتمشي كازوما بيلغي التعويذة من عليها. ويوري بتقول له أنت بتساعدني ليه؟ مش أنت بتكره ياتو؟ بيقول لها لا، هو عدو لينا بس ساعدني كام مرة وهو صح، ياتو كويس. أنا أخدت بالي في آخر معركة إن ياتو تعبان، وغالبا السبب هو الشنك بتاعه ولازم انه يتخلص منه في اقرب وقت. ولو الشنك عمل ذنوب اكتر مرة تانية فهو بيأذي الملك، ومع مرور الوقت التلوث هيزيد وهينتشر في جسمه. ولو ما تخلصش من يوكي في اسرع وقت ياتو هيموت. وبنشوف يوكي وهو واقف حزين بعد ما تياجن رفضه، وياتو بيظهر وبيقول له رفضك انت، ما فيش حد راضي بيك غيري، ويلا بينا عشان ورانا شغل. والشغل المرة دي في سوبر ماركت، وياتو تقريبا بيعمل حساء للناس. ويوكي بيقرأ مانجا وبيدخل ليهم زبون، وهو كوفوكو وديوكو. وياتو بيخبطها بالمعلقة في وشها وبيقول لها يلا يا نحس امشي من هنا، هتجيب الفقرة حتى للمحل. ويوري بتدخل وراهم، وياتو بيقول لها ايه اللي جابكم هنا؟ وديوكو بيقول لها في مهمة واحنا مش عايزين نعملها فقلنا نديها لك. وفجأة ياتو بيحس بكهرباء في جسمه وبيبص لوراه بيلاقي يوكي قدام خزنة الفلوس. وياتو بيروح وبيعد الفلوس، ويوكي بيقول له انت شاكك فيا؟ شاكك اني سرقت فلوس المحل، انا مش عايز اشتغل معاك تاني. وبيطلع يجري من المحل، بس هو طالع بيقع والفلوس اللي سرقها بتقع منه. وياتو بيقول لهم انا هاخد المهمة، والمهمة بتكون القضاء على ايكاشي طائر. ويوكي بيكون قاعد مع نفسه وبرضه بيلاقي نورا جنبه، وبتقول له انت مش مناسب لياتو، انا عشت معاه كتير. وياتو بيقول لها اللي جابك هنا؟ وبتقول له استخدمني في المهمة دي، انا هعرف استخدمها احسن. وياتو بينادي باسم يوكو وبيحوله لسيف، وبيروح للمهمة وبيلاقي تعويذة السيف، وبيهاجم الايكاشي بس مش بيعرف يقتله بسبب ان قوة ياتو ضعيفة من المرض. ونورا مدت ايديها وبتقول له استخدمني بدل يوكي. وياتو بيقول لها لا، يوكي ولد فاسد بس هو هيتعلم وانا واثق فيه. وبيكب ميه على السيف وبيقويها، وبيقطع الوحش النصين وبيقتله. وبيظهر واحد جنب نورا وبيقول لي ياتو رفضك خلاص، وده مش ياتو القديم اللي كلنا عارفينه. وبنشوف هيوري وهي في المدرسه وداخله حمام البنات، وبتلاقي يوكي وياتو بتقول لهم ايه اللي جابكوا هنا، وبتديله بالعصايه على دماغه. وبيقول لها مش انا اللي طالب الامنيه هنا في الحمام. وبيفتحوا الباب وبيلاقوا ولد صغير مستخبي من صحابه اللي بيتنمروا عليه. ويوكي بيبص له بقرف عشان مش عاجبه الضعف اللي هو فيه، وبيقول لياتو انا مش هساعد حد فاشل زي ده. وياتو بيقول له الولد عايز تحل المشكله، خد السكينه دي وخد حقك بنفسك. وبيقول له كلمه بصوت واطي، وياتو بيقع من الالم وبيدخل يرتاح على السرير. ويوكي بيكون بيتمشى في المدرسه وبيشوف الاطفال وهم قاعدين يلعبوا مع بعض، وكل واحد بيحكي عن الرحلات اللي راحها مع ابوه والالعاب اللي عرف يشتريها. فالحقد والغل بيملى قلبه. وبنروح للولد وهو رايح لواحد من اللي اتنمروا عليه، وبيخرج السكينه وبيقول له انا هاخد حقي منك دلوقتي، بس الاول خد دي. وبيديله سلاح هو كمان، وبيقول له زي ما بتتنمر عليا انت واصحابك واجهني لوحدك راجل لراجل. والايكاشي بيوسوسوا له وبيقولوا له اقتله، وبيمشي خطوه بخطوه بس هو بيفتكر كلام ياتو لما قال له ان لو قتل هيتحول لوحش. والايكاشي بيختفوا من حواليه، والولد من الخوف هرب. وبنشوف يوكي وهو قاعد يعيط في المدرسه وبيقول اشمعنى كل الناس عندهم صحاب وانا لا، واشمعنى هم عايشين وانا ميت. وبيحاول يكلمهم بس مفيش حد شايفه.
شافه، فبيقول لنفسه الكل لازم يبقى زيه، وبيمسك مضرب وبيكسر في الشبابيك في المدرسة، والإزاز بينكسر وبيجرح الطلاب، وياتو على طول جسمه بيتكهرب وبيقع على الأرض، وهيوري بتحاول تساعده بس التلوث انتشر في جسمه كله وبدأ يطلع على وشه، وبتفتكر كلامه إنها تروح لكوفوكو ودويكو وبتخرج روحها وبتحاول تشيله، بس التلوث بيسيبها هي كمان، بس بتيجي على نفسها وبتشيله وبتعدي على جنب، بتعدي من جنب يوكو وبتقول له كل ده بسببك، وهو كان بسببك بيستحمل كل ده، وانا غلطانه اني موقفتكش من الاول، ويلا تعالى معايا نعالج يوتو. وبيروحوا هما التلاته لكوفوكو وبتقول لهم ساعدوا ياتو، ودويوكو بيعمل حاجز وبيطيرهم وبيقول لهم محدش يقرب من كوفوكو، ويوري بتقول لهم ارجوكوا ساعدوا ياتو ده بيموت، ودويوكو بيسمح لهيوري بالدخول وبيقول لها نضفي نفسك من التلوث، وياتو لازم يفضل بره ويوكو لازم يتعاقب، وبتساله وبتقول له ايه هو نوع العقاب، وبيقول لها الاغتسال لازم يغتسل من الذنوب اللي في جسمه، بس دي عمليه محتاجه 3 من الشنكي، فانا هروح ادور واجيب 2 كمان معايا، واول واحد بيروح له هو تنجين، وبيقول له ياتو مصاب من التلوث ومحتاجين مساعدين، بس المشكله ان لو التطهير فشل والشنكي بيتحول لاشاكي، عشان كده كلهم بيخافوا الا واحده وهي توموني، وبتقول انا كنت مع ياتو لمده 3 شهور والوقت اللي هينفع اساعده فيه، وبياخدها وبيزور كل الادرجه بس كلهم بيرفضوا، ويوري بتفكر اجيب مين ممكن يوافق، واول واحده بتيجي في دماغها هي نورا، وبتجري وبتدور عليها وبتلاقي نفسها قدام معهد بيشمو، وبتبدا تنادي على كوزوما، وفي نفس الوقت بيكون كوزوما مع باقي الشنكي ومع بيشمون، وبعد ما بيخلص بيطلع يسحبها قبل ما بيشمون تشوفها، ويوكي بيقول لهم انا ماشي، وكازوما بيقول له رايح فين، مش كفايه اللي انت عملته في ياتو، وبيشيل هدوم ياتو وبيشوف حجم التلوث اللي على جسمه، وبيكون فاضل اقل من ساعه وياتو يموت، وبيقول ليوكي هو انت عملت ذنوب ايه، وبيرد عليها وبيقول لها ولا حاجه، ويوكو بيقول له طب اقلع هدومك، وبيلاقي الايكاشي مغطيه ظهره، والتلاته اتجمعوا وعملوا حاجز ثلاثي بيخلي يوكي يصرخ من الالم، ودي لسه بس المرحله الاولى، وبيسميه بسلخ اللحم علشان لازم الشنكي يعترف بالذنوب بتاعته عشان يتخلص من الالم، ويوكي بيحاول يكسر الحاجز بس مش بيعرف، والايكاشي بتسيطر عليه اكتر وبيظهر له جناحات، وبيدخلوا على المرحله الثانيه والالم بيزيد، وبيقول انا عملت ايه لكل ده، كل ده عشان شويه الفكه اللي سرقتهم، ايوه انا عملت حاجات وسرقت حاجات وكسرت حاجات، بس عادي البشر عندهم كلهم حاجات، احنا مجرد اموات والكل لازم يكون زيي، ويوكي بيتحول بشكل كامل والتلوث بيوصل لمكان الخيط، وبيكون ياتو عايز يتكلم بس مش قادر، ويوري بتقول له يوكي ياتو بيحبك وكان ممكن يتخلص منك او يستخدم نورا بدالك، بس هو مرضيش، ومع كده انت فضلت تأذيه وهو اتحمل، ولو استمريت على كده ياتو هيموت على ايدك، وياتو بيقول له انت صح مش هتقدر تتكلم مع الناس، بس انت مجرد ميت وانا اديتك اسم فلازم تعيش كإنسان زيه هو، ويوكي بيعيط وبيقول الايكاشي بتختفي بالتدريج، وبيقول لهم انا اسف على كل اللي عملته، انا سرقت فلوس وحاولت المس يوري، وسرقت لوح التزلج وكسرت الشبابيك وكدبت كتير، وبيقول انا اسف على كل ده، والتطهير اخيرا بينجح، ويوكي وياتو بتشكروا على كل مساعدتهم، ويوكي وياتو بيشكروا الكل على مساعدتهم، ويوكي بيتغير وفعلا تاني يوم بيساعد ياتو في التجاره، ومش كده بس ده بيطلب من هيوري تساعده في الدراسه وتجيب له الكتب القديمه الخاصه بيها، وبيعدوا على تنجين وبيشكروها على مساعدته، وانه سمح لتوموني انها تروح وتساعد ياتو، بس هم بيلاحظوا ان في واحد من الشنكي بتوع تنجين مش موجود، وتوموني بتقول لهم حصل لها زي يوكي وعملت ذنوب واذت تنجين 3 مرات، وده كفايه عنده عشان يطهرها، وبعد كده بيطردها من المعبد، وتنجين حازم جدا في الموضوع ده، وياتو بيكلم تنجين وبيقول لها انا خدت من هيوري فلوس وعايز اساعدها في موضوع، بس ما عنديش فكره اعمل ايه، وبيسالها عندك اي حل، قال له مش متاكد بس ممكن لو بعدت عنها تتعالج، وسبب خروج روحها هي وجودك انت ويوكي جنبها، وهيوري اصحابها بيتفقوا بيروحوا معبد تنجين في راس السنه عشان الامتحانات قربت، واصحابها بيقول لها ما سمعتيش عن الملك اللي الناس بتتكلم عنه، وبيقولوا لو دعيت له هيقتل اي حد انت عايزه، وبيقول له ان اسمه رابو، وديوكو بيدي فرصه عندهم ليوكي عشان هو شغال معاهم، وهيوري بتقول لياتو انا رايحه معبد بكره تيجي معايا، وكمان بيقولوا الاكل هناك ببلاش، وياتو بيوافق، وهيوري بتجهز نفسها وبتروح المعبد، بس نورا كانت بتراقبها وبتروح المعبد مع اصحابها، وياتو بيجي بس في مهمه بتجيله وبيسيب المعبد، وهيوري بتخرج وراها وبتروح ورا ياتو، وبيظهر قدامه ايكاشي فبينادي ليوكي وبيقطع الايكاشي نصين، وبيظهر كتير من الايكاشي فبيبدا يخلص عليهم واحد ورا التاني، وكان في واحد بيراقبه وبيقول مش ده ياتو اللي انا اعرفه من زمان، ياتو كان اقوى، ويوري بتكون بتدور على ياتو بس بتلاقيه قدامها نورا، ونورا بتقول لها كان المفروض ياتو يتخلص من يوكي بس انت اللي ساعدت ياتو في التطهير، وبتظهر مجموعه من الايكاشي لابسين اقنعه، ونورا
بتتحكم فيهم وبيحاولوا يمسكوا هيوري فبتهرب منهم طول الليل. ولما أخيرا عرفوا يوصلوا ليها الشمس بتطلع وبيختفوا، ونورا بتقول لها رابو رجع تاني فممكن نحتاجك في مهمة. وياتو أخيرا عرف يخلص على جيش الأيكاشي اللي كانوا حواليها، وبيخلص وبياخد يوكي وبيلحق هيوري في المعبد، وبيلاقيها مستنياه قدام المعبد وبيقول ليوكي مين اللي كان معاكي ده. وبنعرف إن هيوري نسيت كل حاجة عن ياتو، وياتو عمل كل حاجة وبيحاول يفكرها بنفسه. طيب فاكرة القطة اللي نقصناها مع بعض؟ طيب فاكرة الأكل اللي كنت بتجيبهولي؟ وهيوري بتكون مش فاكرة أي حاجة، وياتو بيرجع وبيرسم كتاب كامل بكل الأحداث اللي حصلت بينه وبين هيوري. بس وهو بيلاقي نورا قدامه ياتو بيقول لها كنت عارف إنك ورا الموضوع ده، وبترد وبتقول له البنت دي مش محتاجة ذكريات عننا، كل ذكرياتها عن الكرة دي. ورابو بيظهر وبيحول نورا لسيف وبيقول له مش شايفك يعني من زمان من وقت ما كنا بنحارب مع بعض. وياتو بينادي باسم يوكي، ويوكي بيحارب رابو اللي بيكون أقوى وأسرع، وحركات ياتو بتكون بطيئة ومش عارف حتى يلمسه. ورابو بيغرز السيف بتاعه بالأرض وبيعمل أشكال من المية، وياتو بيحاول يصدهم بس رابو بينزل عليه بالسيف وبيقول له انت فيك ايه وايه القوة الضعيفة اللي عندك دي؟ افتكر زمان، افتكر انت كنت قوي ازاي. ويوكي بيتصاب وبيتعب من قصة القتال، ونورا قالت كفاية كده، ولو عرفت تهزم رابو هرجع لهيوري ذكرياتها. ويوكي بيرجع لكوفوكو والباقي بيقول لهم ان ياتو معرفش يقف ويهزم رابو، وكازوما بيقول لهم رابو ده ملك للحرب، اسمه دلوقتي مش مشهور، كان معروف بالقوة بتاعته وكان انسان بيتسلل لأراضي العدو وبيقوم بعمليات الاغتيال، وفي آخر مهمة ليه القائد قتله وبيتأكد من سرية المهمة. بس فترة حياته كونت ليه سمعة لدرجة ان اسمه بس بيخوف الناس، فبدأوا في تقديسه وتحول لملك للحرب، وكان بينفذ كل أمنيات الناس. وفي إشاعات بتقول انه كان بيحارب جنب ياتو. ويوكي بتقول لياتو هنعمل ايه في هيوري؟ وياتو بيقول له ولا حاجة، خليها تعيش حياتها وتنسى. والأيام بتعدي ونورا ورابو مستنيين، بس ياتو رافض يساعد هيوري. ويوكي بيقابل هيوري وبيقول لها عايز افرجك على صور، وبتكون صور بكل الأحداث اللي حصلت بينها وبين ياتو. وفي نفس الوقت نورا بتقابل ياتو وبتقول له هي مش عايزة بير، وبيقول لها لا مش عايزها، وبتسحب ذكريات يوكي عن هيوري. وهيوري بتقول له هو انا اعرفك قبل كده؟ ويوكي بينصدم وبيجري من قدامها. ونورا بتقول لياتو قدامك لحد بكره، اما هسحب كل ذكريات هيوري وجسمها يتحول لوعاء فاضي بدون ذكريات. وياتو بيروح ليوكي اللي بيكون بيعيط وبيقول له هنساعد هيوري في استرجاع ذكرياتها، بس خلي بالك ممكن تموت في المهمة دي او ممكن ياخدوا اللي هم عايزينه وارجع لشخصيتي القديمة. ويوكي بيقول له انا معاك في المهمة دي، وبيروحوا هما الاتنين لهيوري وبيقول لها احنا اسفين على اللي حصل لك، بس بنوعدك اننا هنرجع لك ذكرياتك. وبينقلوها لهناك، وهيوري بتمسك فيهم وروحها بتتنقل معاهم، وفي معبد قديم على تل كان مركزه الحروب في العصور القديمة. وياتو بينادي باسم يوكي وبيبدأ الحرب مع رابو، وبيكون مفيش اي حاجة اتغيرت عن المرة اللي فاتت، ورابو اقوى بكتير وبيقدر يحبس ياتو في كرة من المية. وهيوري بتمد ايديها وبتشد بره الكرة، ورابو بيقول لها هو فين ملك الكرات اللي كنت اعرفه؟ فين ياتو صاحبي القديم؟ وبيروح لهيوري وبيقول لها هي دي اللي مخلياك ضعيف كده؟ وياتو بيحدف عليه السيف وبيصد الضربة، وبياخد هيوري وبيطلع يجري، ورابو بيروح وراهم وبيقول لياتو هي دي الكرة اللي انت عايزها، وبيرميها بعيد. وياتو بيحاول يمسكها بس رابو بيقسمها نصين، وساعتها هيوري بتقع على الارض وبتتنفس بس من غير حركة. وياتو بينادي باسم يوكي وبينقض على رابو وبيطيره برجله واحدة، والقتال اتغير مرة واحدة ومش عارف حتى يصد قتال بالسيف. وياتو بيغرز السيف بتاعه في كتف رابو وبيقول له لو فاكر زمان كانت السما دلوقتي، وبيقول له فاكر زمان كانت السما زي دلوقتي، كنا بنقتل اي حد يجي يقف قدامنا واحنا ملوك الكوارث، وفي اللحظة دي احنا كنا بنتمناها. انا رابو هضحي باسمي واخد قوة الايكاشي، والايكاشي بيتزرعوا جوه جسمه وبيكمل المعركة بينه وبين ياتو، بس في الوقت دي المعركة بتكون متساوية، ومن قوة المعركة الصخور اللي حواليهم بتتكسر وجزء منهم بيوقع هيوري، وياتو بسرعة بيحميها، ويوكي بيقول لها بسرعة رابو جاي. وفي نفس الوقت هيوري في الفراغ بتشم ريحة شخص قريب منها، والشخص ده بيكون ياتو، وبتفتح عينيها بعد الذكريات بترجع لها وعرفت تكسر تعويذة نورا. ورابو بيمسك يوري وبيقول لياتو حتى لو معرفتش افوز عليك ولو قتلتك البنت دي هترجع لياتو القديم. وياتو بيلاقي تعويذة على السيف وبضربة واحدة بيقطع كتف رابو، وفي الوقت ده بينقض على رابو ويخلص عليه ياتو، وبيقول لهيوري لو عايزة تعالجي موضوع روحك ده لازم تقطعي علاقتك بينا. وهيوري بترد وبتقول له لا انا عايز افضل معاكم طول العمر. وهنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهارده، وقبل ما نقفل الفيديو الجامد بتاعنا هطلب من المتابعين انهم يعملوا لايك ويشتركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من ملخصاتنا. وطبعا عايزكم تقولوا لنا ايه اكتر جزء حماسي عجبكم في الكومنتات، ولو عندكم اي
أي مسلسل تاني عايزين نلخصه لكم اكتبوه لنا في الكومنتات. وبس كده، مش حابب أطول عليكم أكتر من كده، أشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.